بغيتي تحضري مقروط معلك وهشيش ناجح 100%، سجلي عندك هذا الفيديو. درت زوج زلايف ديال السميده متوسطه، وزدت زلافه ديال السميده الغليظه اللي هي هذه. درت شويه نتاع الملحه، من بعد درت نص زلافه نتاع الزبده مذوبه، وزدت عليها نص كاس نتاع الزيت. صافي هنايا كنخلط مزيان، من بعد كنغطي على الخليط وكنخليه يبات ليله كامله. مهم في الصباح زدت ليه زوج معالق كبار نتاع الفرينه، وزدت ليه بياض بيضه. صافي هنايا كنخلط مزيان وكنجمع بما زهر. درت نص زلافه نتاع ما زهر، ودرت نص زلافه نتاع الماء العادي. صافي هنايا عندي معجون تاع التمر، زدت ليه معلقه كبيره نتاع القرفه، زدت ليه الجنجلان، معلقه كبيره نتاع الزبده، ومعلقه كبيره نتاع ما زهر. هنايا دهنت البلاصه بالزيت باش ما تلصقش ليا العجينه ديال التمر. من بعد كندير هذا الشكل هذا، شكل التقليدي يعني الشكل المعروف ديال المقروط. صافي هنايا كنجمع الجوانب مزيان باش ما تخرجش ليا التمر فاش كنكون كنقليه. كنقطعو بحال هكا، يعني كتقطعو وحده وكتشدوا عليها العبار. صافي مهم غادي ديروا التزيين اللي بغيتو نتوما. من بعد فاش ساليت الكميه كامله اللي عندي، خليت الزيت حتى سخنات، نقصت عليها البوطه، من بعد حطيته باش يطيب. المهم خليوه من التحت حتى يتحمر، عاد كتقلبوه باش ما تخسرش ليه النقشه. من بعد حطيته في العسل، خليته تقريبا 3 ديال السوايع باش يتعسل مزيان، وكنقدموه بالصحه والراحه.